تخيلوا معايا شي واحد في الصباح في دارو فاق في الصباح وفطر وقاد الدار وحل الشراجم وداير مع شي واحد يجي يصوب ليه شي حاجه خاسره في الدار، تلفازه ولا ماكينه الصابون ولا راديو، ويجي هاد الحد ويحل ليه الباب بيديه وبلا سبب واضح تصبح حياته مجرد ذكرى. هاد القصه ديال تيريزيتا بازا اللي تقتلت بطريقه وحشيه وفيها الجن ولا كما تنقولوا ما وراء الطبيعه، البارانورمال. الغريب في القصه كيفاش شدوا القاتل وكيفاش تعرفوا على القاتل. الضحيه هي اللي غتنطق وغتقول لهم شكون يقتلني وامتى قتلني وعلاش قتلني. 21 فبراير 1977 واحد السيد كان كيطل من الشرجم وبانت ليه العافيه والدخان خارج من واحد الشقه العماره اللي حداه. السيد عيط على رجال المطافي، رجال المطافي جاو كيجريو، عرفوا منين خارج الدخان والعافيه وفرقوا على الباب. والصدمه غتكون خويا من الشقه ديال تيريزيتا بازا. قبل ما نكمل لكم القصه بالتسلسل بغيت نقول لكم كي دايرين مع الصحه، لاباس عليكم، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وهذا الفيديو لقاكم في احسن الاحوال. غادي نكملوا القصه ديالنا. شكون هي تيريزيتا بازا واشنو وقع ليها من بعد الحريق ديال الشقه ديالها؟ تيريزيتا بازا من مواليد 1929 من الفلبين. كانت في الفلبين كتحلم باش تعيش بالغنى وتولي مغنيه مشهوره، وبقات كتقلب وكتشوف، ولكن هذا الشيء ما وقعش. لقات صعوبه في الفلبين باش تشهر، قالت ارا نمشي نهاجر لامريكا وبالضبط شيكاغو، الحلم الامريكي. ولكن وصلت لشيكاغو لامريكا قلبت ما لقاتش، وهنا تيريزيتا غتصدم مع الحقيقه المره، ما غتلقاش. في هذاك الوقت كان صعيب الواحد باش يتشهر دغيا في مجال الغناء والتمثيل. هي كانت كتقرا التمريض، قالت ارا نقلب على شي خدمه في المستشفى، وفعلا لقاتها وخدمت في هذا السبيطار لمده 10 سنين. كتخدم بهدوء، كانت زوينه، كانت ظريفه، كلشي تيبغيها، وكانت مره كتغني للمرضى ديالها. اصدقاء تيبغيوها، الزملاء تيبغيوها، كانت حدوديه. واخا هكاك ما كانوش عندها اصدقاء اللي كتخرج معاهم وكتدخل معاهم، كانوا فقط اصدقاء ولا زملاء العمل، يعني في الخدمه، وكانت من الدار للخدمه من الخدمه للدار. داك النهار 1977 غتشعل العافيه في الشقه ديالها. رجال المطافي غادي يجيو كيتجاراو ملي عيط لهم السيد، غادي يدخلوا، غادي يبداو يطفيو في العافيه وغادي يشوفوا الدار مقربله سفاها على علاها. ملي غيطفيو العافيه غيبداو يشوفوا واش كاينه شي ضحيه، واش في هذاك الوقت كان شي حد في الدار. واحد اللحظه بات ليهم واحد الناموسيه وسط الدار. ملي دخلوا طفوا العافيه كانت هذيك الناموسيه هي مصدر العافيه، هي من خارجه العافيه ولا السبب ديال العافيه. شويه يتبان ليهم شي حاجه خارجه من تحت الناموسيه، ولكن غيتصدموا، ماشي شي حاجه، غيلقاو شي واحد، غيلقاو تيريزيتا بازا ميته، ولكن ماشي العافيه هي اللي قتلتها. لقاوها مخشي فيها موس في صدرها وحطوا عليها ناموسيه وشعلوا فيها العافيه. يعني هما دغيا عرفوا بان جريمه قتل. عيطوا للبوليس، البوليس جا، بداو تيقلبوا الدار مقلوبه، كلشي المجرم مليوحين، كلشي مليوح، بحال شي واحد دخل يشفر وما لقى حتى شي حاجه ولا تيعرفها، وباش يغطي على الجريمه حرقها. داك النهار تيريزيتا لقاوها عريانه، ولكن ملي داو التشريح الطبي ما لقاو عليها لا اغتصاب ولا تعدي جنسي. الحاجه الوحيده اللي لقاو البوليس في الدار هي واحد الورقه مكتوبه باليد ديال تيريزيتا، مكتوب فيها غناخذ تذاكر ديال السينما اس عقلوا عليها. بقات القضيه غاديه ببطء، البوليس استغرب في هذه القضيه وبقى غادي بشويه درجه بدرجه. استدعى الاهل ديالها، الاصدقاء ديالها، ملي استدعى الاصدقاء ديالها والزملاء ديالها قالوا لي ما عندهاش الاعداء نهائيا، كانت درويشه وكانت من الدار للخدمه وكانت طيبه، يعني شهدوا فيها شهاده حق. البوليس مشى للسبيطار وتيحقق مع الناس اللي خدامين في السبيطار، الممرضين والاطباء وكلشي، الناس ديال الميناج، كلشي اللي خدام في السبيطار، كلشي شهدوا شهاده حق في تيريزيتا. قالوا ما عندهاش اعداء ودرويشه
ومن الدار للخدمه ومن الخدمه للدار، بحكم ما عندهاش العائله ديالتها في امريكا. البوليس بقى غادي ببطء، حيت ما كاينش شي اثار ديال الجريمه، ما كاين الا هذيك الوريقه اللي مكتوب فيها غادي ناخذ تذاكر ديال السينما للAS فقط. دازت على موت تريزيتا 6 شهور وهو يتقدم للبوليس خوزي تشوا ورامي تشوا، راجل ومراته كانوا خدامين مع تريزيتا. خوزي كان طبيب وتريزيتا كانت فرمليه معها، كانت زميله ديالها ديال العمل، وتا هما الاصل ديالهم من الفلبين. جاو عند البوليس باش يعطيو الادله ديالهم ويعطيو شي معلومات قاطعه. منين جاتهم؟ البوليس نفس السؤال سول، منين جاتكم؟ خوزي بدا تيعاود ليهم، قال لهم انا غنعاود لكم، راه ما بغيناش نجيو نقولوا هذا الشيء حيت خفنا تقولوا هادو حماق ولا مشى ليهم العقل. خوزي بدا تيعاود للبوليس، قال لهم من بعد 4 شهور مرتي بدات كتحلم بتريزيتا كتوقف عليها. المراه ديالو كتقول لي شوف راه كنحلم بتريزيتا كتوقف عليا وكتبقى تشوف فيا، كتبقى تشوف فيا وحيت الشوفه خايبه. رامي كانت مرضت وخدات واحد المده من الخدمه، ملي ما ديت تريزيتا بحالها شويه تاثرات فعلا، بقات بحال هكاك. الحلمه الثانيه كتحلم تاني بتريزيتا. الحلمه الثالثه كانت كتحلم وراجلها ناعس حداها خوزي تيعاود البوليس بانها شافها كتحرك وكتهضر بالفلبينيه بحكم حتى هما فلبينيين، وكتهضر وداكشي ما مفهومش. مشات هكا لحلمه تاني اخرى، كتحلم وكتحرك بحال كتضارب مع جهاد وكتقول بغيتكم تمشيو تبلغوا باللي قتلني راه باقي كيتمتع بالحريه ديالو. خوزي قالوا بان مرتو شويه عيانه، ما خداش الامر بجديه. المره تاني اخرى بدات كتحلم وكتهضر وكتقول نفس الهضره. خوزي بدا كيفيق فيها، ما بغاش تفيق ليه ويهضر معها. قال ليها شكون انتي؟ قالت لي انا تريزيتا واللي قتلني راه باقي كيتمتع بالحريه ديالو. قتل المره تاني اخرى الحلمه الاخرى تاني كتحلم وكتهضر بالفلبينيه، والصوت ماشي ديال تريزيتا وماشي ديال رامي، ديال شي مرا اخرى، وكتقول ليه انا تريزيتا. خوزي قال لها اشنو بغيتي؟ قالت لي انا ديك المره قلت لكم راه اللي قتلني باقي كيتمتع بالحريه وما مشيتوش بلغتو. خوزي قال لها حنا اش غنقول للبوليس؟ شكون يقتلك وباش قتلك وعلاش قتلك؟ قالت لهم انا غنقول لكم شكون يقتلني، آلان شاوري. عقلتوا على الورقه اللي مكتوبه اللي لقاو البوليس مكتوبه بيد تريزيتا غادي نشري التذاكر للسينما AS، يعني آلان شاوري. آلان كتكتب بأ وشاوري كتكتب بأس، يعني الحرف الاول ديال الاسم العائلي والاسم الشخصي. خوزي تيقول البوليس بانه قتلها وقضى ليها المجوهرات ديالها، كان جاي يصوب ليها التلفازه، كان دار معاها تصوب ليها التلفازه وقتلها وخذ لها المجوهرات ديالها وخذ ليها $30، ماشي شي حاجه. البوليس المره الاولى ما طيقش، قال لهم اشنو كتقولوا؟ خوزي قال لهم راه قلت لكم غتقولوا حنا حماق. البوليس قالوا راه ندخلوا هاد السميه للداتابيز ونشوفوا هذا شنو عنده. فعلا ملي دخلوا للداتابيز لقاو آلان شاوري عنده سوابق اغتصاب سرقه بالسلاح. الحاجه اللي استغربت البوليس وهو آلان شاوري كان خدام في نفس السبيطار اللي خدامه فيه تريزيتا وتيسكن حداها، بيناتهم 2 زنقات. البوليس غيرجع للسبيطار وغيبدا يسول في الناس، غيقول لهم شنو العلاقه بيناتهم. الناس اللي خدامين غيقولوا ليه العلاقه ديال السلام بالسلام، بحكم بان آلان ما كانش خدام ممرض ولكن كان خدام كيصلح اي حاجه خاسره في السبيطار، الصيانه ديال السبيطار. الغد مشاو لآلان جابوه وقالوا ليه اشنو العلاقه ديالك مع تريزيتا؟ قال لهم ما عندي حتى شي علاقه غير السلام ملي كنشوفها مره في السبيطار. نكر وما شدوه، قالوا لي شوف حنا راه عارفينك بان مشيتي عند هذاك النهار. قال لهم لا. بقاو عليه طيحوه في الفخ. قال لهم راني مشيت نصوب ليها التلفازه وما عرفتش كيفاش نصوبها ليها، ما كايناش حتى الورقه اللي كتكون ملي كتشري التلفازه وكتكون معاها
ورجعت لداري بالزربه. بالحكم كان داك النهار عندي الضو مقطوع، وكانت خطيبتي بلا ضو حيت هو كان كيسكن مع خطيبه ديالو. خلوه في محطه البوليس ومشاو جابوا خطيبته يانكا، وقالوا ليها واش داك النهار كان مقطوع لكم الضو؟ قالت ليه لا. قال لها واش الان هدا لك شي مجوهرات في الاخر في هاد الاواخر؟ قالت لهم نهار 21 فبراير هاد الخاتم وراتهم واحد الخاتم. قالت لهم هاد الخاتم ديال اللؤلؤ راه واحد منهم. ملي مشاو سولوه هو على المجوهرات قال لهم راني خديتهم من واحد المحل تيبيع القديم، ولكن المجوهرات الاصدقاء والزملاء ديال تيريزيتا تعرفوا عليهم وعرفوهم بانهم ديال تيريزيتا، حيت هما قدام وموروثين ابا عن جد ما فيهمش بزاف. حتى العائله ديالها تعرفوا عليهم. وهنا البوليس غيطيحوا في الفخ، غيقول لي حنا راه عارفين كل شيء غير قر. انا غيبقى يشوف وغادي يقر، غيقول لهم مشيت نصاوب ليها التلفازه، كنت درت معاها ومشيت نصاوب ليها التلفازه، ولكن انا كنت محتاج للفلوس، كانت عندي واحد الازمه ماديه اللي باغي نشفرها، ما لقيت حتى شي حاجه، قاومتني قتلتها. شفر ليها 30 دولار ودوك المجوهرات اللي كانوا عندها. ولكن في نظركم شي حد اللي عنده ازمه ماليه غادي يشفر المجوهرات وغادي يعطيهم الخطيبه ديالته؟ لا. هنا الان غيبقى يدخل ويخرج في الهضره. شويه غادي يعاود لي ما يقول لهم قتلتها وخديت ليها داكشي اللي عندها حيت قاومتني، انا ما كنتش باغي نقتلها، انا كنت باغي غير نشفرها. داكشي علاش قلت ليها نجي نصوب لك التلفازه، حيت سمعتها كتقول بان التلفازه خاسره ليها. القصد ديالي كان غير بغيت نشفرها، ولكن هي فقار منه، ما عندها والو، لقى عندها غير 30 دولار ودوك المجوهرات اللي كتكسب ورثهم من العائله ديالها. الان ملي غادي يقر عند البوليس غادي يتحول للمحكمه باش يتحكم عليه. المحامي ديالو غيقول ليه نكر، والان هنا غينكر. وكاينه واحد اللجنه كما كنعرفوا في امريكا في المحكمه كتكون واحد اللجنه خارجيه كيكونوا حتى هما كيتصنتوا وتيعطيو الحكم ديالهم. قالوا كيفاش غتحكموا على واحد السيد اللي ما كاينش حتى ادله بانه قتل هاد السيده هذه، غير شي حد اللي حلم فيه الجن ولا ما عرفت شنو فيه وقال لكم هاد الشيء وانتم جيتوا باغي تحكموا عليه؟ يعني ماشي ادله قاطعه في نظر المحكمه وفي نظر هذيك الجوريه. ترفض الحكم حتى بداو كيعاودوا تاني من جديد، بداو تيعاودوا تاني من جديد مع الان في التحقيقات وفي كل شيء. الان تحكم عليه ب 14 سنه في الاخر، ولكن في الحبس بانه عنده حسن السيره والخلق بقاو تيخفوا عليه، دوز منها غير 4 سنين. البوليس هاد القضيه حيرتهم ومشاو تيقلبوا على العلاقه اللي كاينه ما بين الزوج والزوجه تشوا خوزي ورامي مع القضيه ديال تيريزيتا بازا. ما لقاو حتى شي علاقه، يعني هما ما عندهم حتى شي علاقه مع هاد الجريمه هذه. ولكن كيفاش؟ واش بصح حلمت بيها عن طريق الجن ولا البارانورمال، ولا رامي بحكم كانت خدامه معاها وكانت محتكه فيها معاها في الخدمه، يعني كيهضروا كيضحكوا. قال ليها بان الان غادي يجي يصوب لي التلفازه اليوم. رامي كانت عارفه بان الان غادي يمشي يصوب التلفازه لتريزيتا وما قدروش يمشيو يبلغوا، خافوا قالوا هذا يخرج من الحبس ولا ما ربنا يقتلنا ولا شوف ربي شنو قال لهم في دماغهم والفوا هذه القصه هذه باش يقولوا الحقيقه. الله اعلم. يعني كتحير صراحه، يعني واحد يحلم واحد يموت وتخرج الروح ديالو وتجي عن طريق مثلا توقف على شي واحد تقول لي فلان راه قتلني ودا ليا يعني تقول لي كلشي بالتفصيل ممل، يعني راسكم انا بدا راسي ضرني. المهم غنقول لكم الروح عزيزه عند الله سبحانه وتعالى. هذه القصه للعبره، يعني الثقه ما خصهاش تكون الثقه والنيه ما خصهاش تكون بزاف خصوصا الانسان اللي ما كنعرفوش. كانت هذه القصه ديالنا، حتى القصه اخرى ان شاء الله بحول الله، وبسلام عليكم.